لو مرتبك 7000 جنيه في الشهر هتوصل للمليار امتى؟ ناس كتيرة من متوسط الدخل ما يعرفوش أصلا الفرق بين المليونير والملياردير، فلو افترضنا إن ده المليون فده المليار. خلينا أبسط لك المثل أكتر. لو مليون ثانية بتديك 12 يوم، لو مليار ثانية بتديك 32 سنة. عرفت الفرق؟ عشان كده لو مرتبك 7000 جنيه في الشهر انت ممكن توصل للمليون جنيه بعد حوالي 12 سنة، وعشان توصل للمليار جنيه انت محتاج 12,000 سنة. يعني انت لو بتحوش فلوسك دي من ايام الفراعنة انت عمرك ما هتشوف ريحة المليار ده اصلا. اذا الثروة بتيجي بالاستثمار مش بالادخار. واحدة من أروع الطرق لقدرة إن أنا أقدر أطلع من مستوى معيشي لمستوى معيشي تاني هي قاعدة ال30%. إيه قاعدة 30%؟ هي فكرة إن الدخل بتاعي أيا كان ضعيف قليل أيا كان بيتقسم على بيتلت 3 تلات. التلت الأولاني للالتزامات والمصروفات اللي هي مثلا إيجار أو كهرباء أو حاجات كده. التلت التاني للمصاريف اللي هي أكل واحتياجات البيت والحاجات دي والمصاريف الشخصية. التلت التالت هو للاستثمار. التلت ده لا غنى عنه، لأن من غير وجود التلت ده أنت عمرك ما تعرف تطلع من مستوى معيشي لمستوى تاني وهتفضل ثابت على نفس المستوى طول ما كده كده الدخل ثابت. طيب فكر كده معايا، هضرب مثال ويعني ما تاخدش المثال بالظبط لكن طبق الكلام ده على دخلك. لو دخلك انا هحسبها بالدولار عشان تبقى عامه لكل الناس. لو دخلك 300 دولار في الشهر فبالتالي هتقسم 100 دولار للالتزامات و100 دولار للمصاريف و100 دولار للاستثمار. دي ما تجيش جنبها نهائي تحت اي ظرف لو انت عايز تطلع من مستوى لمستوى. على نهايه السنه هيكون عندي 100 دولار في 12 شهر، يعني عندي 1200 دولار. المبلغ ده كده بالظبط كده هاخده كده واقدر اعمل بيه كذا فكره اقدر استفيد منها. وطبعا افكار الاونلاين دلوقتي تقدر تخليك تقدر تزود مصادر الدخل من المبلغ ده. طيب 1200 دولار ممكن اعمل بيها ايه؟ 1200 دولار ممكن اجيب بيها مثلا كاميرا نظيفه لو انا عندي هوايه التصوير واخد الموضوع بشكل احترافي وان هو يبقى وسيله تزود دخلي جنب شغلانتي الاصليه. ممكن 1200 دولار دول اعمل بيهم ايه؟ ممكن اجيب بيهم شويه بضاعه معينه او حاجات معينه واقدر اشتغل مثلا في السوشيال ميديا واسوق للحاجات دي. وبالنسبه لي فتحت حاجه على جنب كده، مشروع بسيط. ال 1200 دولار دي ممكن اعمل بيها ايه؟ ممكن اشتري بيها مثلا موبايل حديث شويه فيه كاميرا حلوه واصور وانتج فيديوهات واعمل محتوى على اليوتيوب والحاجات دي كلها بغض النظر عن المنصه اللي تشتغل عليها. ممكن اخد بيها كورسات في لغه انجليزيه واشتغل في الترجمه، اخد بيها كورسات في مهارات معينه واشتغل فريلانسر في اي مجال في مجالات الانترنت. ممكن ابدا بيها مجال البيع المباشر اصلا وادور على شركه محترمه قويه تكون مسجله يعني قانونيه في منظمه الDSA وابدا ان انا اتعاقد معاها واخد التوكيل واخد النظام التدريبي بتاعهم واقدر انجح في حاجه زي دي. يعني اذا ال 1200 دولار دي على سبيل المثال طبعا مش بالظبط حسب دخلك هي هتكون كام تقدر تعمل بيها حاجه. طيب هنرجع تاني، انا كده عملت بيها حاجه جانبيه. الحاجه الجانبيه دي بفضل اشتغلها. الحاجه الجانبيه دي بتجيب لي دخل بسيط بيضاف على الدخل الاساسي من وظيفتي او من شغلانتي الاصليه. عيد تخش على السنه الجديده السنه الثانيه هتلاقي نفس الكلام. نفترض ال 300 دولار دي زادت من الدخل البسيط ده مثلا 30 دولار حاجه بسيطه، او حتى زادت 100 دولار تمام ببيت 400 دولار. فبالتالي هقسمها برضو 3، تلت هنا تلت هنا تلت هنا. هتلاقي ايه؟ ان التلت بتاع الاستثمار ما بيش 1200 دولار بتاع السنه الثانيه، ده زاد بيه اكتر شويه. فبالتالي ممكن اطور في نفس الحاجه اللي انا مكمل فيها او ان انا افتح مصدر دخل جديد، فكره جديده من ضمن الافكار اللي احنا قلناها، وهكذا. سنه في الثانيه في الثالثه اقدر اعمل نقله نوعيه في متوسط الدخل بتاعي. وعشان كده الثروه بتيجي بالاستثمار مش بالتحويش. التحويش مش عمره ما هيجيب لك ثروه طبقا لكل الحسابات اللي في الدنيا. عشان كده انت محتاج تدور وتبحث وتتعلم اكتر عن الذكاء المالي، لان احيانا بعض العادات البسيطه اللي احنا متعودين عليها زي التحويش دي مش عاده بتعمل ثروات. دي عاده ممكن ادخر عشان اعمل بيها حاجه، لكن ادخر عشان ادخر مش هوصل لحاجه.